هي واحدة من الماتشات اللي انت وانت بتتفرج عليها مهما فكرت عمر ما هيجي في دماغك مباراة لعبها الاهلي بالسوء ده الا المباراة دي. المباراة دي هي اسوأ مباراة الاهلي لعبها، مش الموسم ده على مدار تاريخه. تابعوني انا صاحب الكورة عشان نشوف امتى الاهلي كان بيكون خطير وايه مشاكل الاهلي اللي خلته مش قادر يصنع فرص قدام الهلال. بص، الترابط والتنظيم الدفاعي وتقارب الخطوط عشان العب على مشكله الهلال السوداني اللي هي في بناء الهجمه، ان الفريق ما بيعرفش يخرج بالكره تحت ضغط. فنلاحظ مع بعض هنلاقي ان احمد عبد القادر وحمدي وهنا الشحات وهناك طاهر في تقارب في المسافات، فالراجل ده ما عندوش القدره انه يعمل باص يكسر بيه الخطوط، فبالتالي كل اللعب هيبقى مكشوف قدامي مع الضغط كمان اللي بيعمله بيرسي تاو نظرا لسرعته وقدراته الدفاعيه كويسه على قلبين الدفاع. هنا بيفتك الكوره حمدي فتحي، ونظرا للتمركز اللي معمول كويس من لعيبه النادي الاهلي فانت بتقدر كمان تفتك الكره وتتحول هجوميا. بتتحول اهو عندك 3 وفي تقدم من حسين الشحات وزياده كمان من طاهر عشان تعمل كثافه هجوميه كويسه عشان الكره في الاخر تتلعب عرضيه لحسين الشحات. انا كنت شايف انه انسب حل يعلقها في السقف ما يحطهاش على الارض في وسط الزحمه، فبالتالي ضاعت الفرصه اللي كانت ممكن تسجل جول في الدقيقه 5. تاني نفس الكلام، بص انتشار وتقارب لعيبه الاهلي، بالتالي لاعب الهلال ما عندوش غير حلين، يا يحضر عرضي يا يلعب الكرات الطويله بلا هدف. مع تقارب الخطوط للنادي الاهلي والضغط اللي بيعمله بيرسي تاو على حامل الكره، في النهايه بتفتك الكره برضو، وعندك دايما السرعات اللي بتقدر تنقلك لقدام عشان تتحول هجوميا. حمدي فتحي كان عنده حل هنا انه يدي لبيرسي تاو لكنه فكر في التسديد. في النهايه انا ما يهمنيش انت نفذت ازاي، انا يهمني الفكره اللي اشتغلت عليها من الاساس. امتى الاهلي شكل خطوره على الهلال غير النقطه الاولانيه ونقطه الضغط اللي احنا اتكلمنا عنها؟ النقطه الثانيه وهي لما حصل التغيير من معلول ونزل محمد اشرف اللي ادى حيويه نوعا ما للجنب الشمال، زياده اشرف مع احمد عبد القادر، لكن كان في مشكله وهي النقص العددي جوه منطقه الجزاء. اتكلم على 4 بس من الاهلي جوه منطقه الجزاء على حوالي 8 أو 9 لعيبه، فكثافه عدديه كبيره جدا للهلال ونقص عددي كبير للاهلي. عشان كده الاهلي ما ظهرش او ما خلقش فرص تقدر ان انت تقول انه يعني عارف اللي يزعل، لا مش هتقدر تقولها. لكن مع وجود او الزياده اللي عملها محمد اشرف الاهلي بقى قادر يوصل وقادر يهدد، مع التكمله اللي كان بيعملها محمد هاني من الناحيه اليمين برضو الاهلي بقى كان قادر انه يهدد. لكن زي ما بقول لك عندك نقص عددي. هنا كره عرضيه اتعملت من طاهر محمد طاهر، بتتكلم في 2 بس جوه منطقه الجزاء والاثنين التانيين تقريبا على حدودها، يعني انت ما عندكش كثافه هجوميه تقدر تصنع بيها الفارق. عشان كده الاهلي دخل فيه الجول ما شفتش اي رد فعل تذكر، او زي ما قلت لك انك تقول الاهلي كان يقدر انه يعوض، كان يقدر انه يرجع في النتيجه. انتهت حلقتنا النهارده، اتمنى الحلقه تكون عجبتكم. لو عجبتكم الحلقه ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، سبسكرايب للشانل، وفعلوا الجرس عشان كل فيديوهاتنا الجديده توصل لكم.